الموضوع بيزيد عن حده. نظريات الكرتون بتزيد يوم بعد يوم عشان نتأكد ان هو ما اتعملش لغرض المتعة للأطفال، بل الموضوع بيدمر طفلك بشكل كبير جدا. أي تصرف غريب ناتج عن طفلك فهو بيبقى بسبب اللي بيشوفه في الكرتون، وأي حركات أو رموز بتبان في كرتون الأطفال مستحيل إنها تبقى صدفة. كل شيء بيبقى منظم ومرتب لنشر أفكارهم الخبيثة والشيطانية. ومشاهد بشعة كتير بتشوفها في الكرتون زي المثلية والتحول الجنسي وعبادة الشيطان. كل ده بيتخلق جوه عقل الطفل البريء اللي هو يعتبر لسه مش فاهم أي حاجة، وده بيخلي مجتمع يكبر بجيل مدمر ومليان بالأفكار الخبيثة والشيطانية. وأنا جاي النهاردة عشان أثبت لك إن الموضوع مش مجرد كلام تافه ولا نظريات، بل الموضوع أكبر مما تتخيل، وأوريك اللي أنت بتشوفه ده قدام عينك في فيديو النهاردة. فاسمح لي بقى في فيديو النهاردة أدمر لك جزء صغير من طفولتك لو لسه فيها، وبيبقى جزء مني أنا كمان. فقبل ما نبدأ متنساش انك تعمل لايك، شير، سبسكرايب، وتطفي النور، تحضر فشارك، وتبعد عن البشر، تحط سماعتك، ويلا بينا نبدأ الفيديو. كلامنا النهارده يبقى عن كرتون فتيات القوة. بالطبع كلنا اغلبنا شفنا كرتون فتيات القوة ده، لو ما كانش كلنا اللي شفناه، وشكل جوه مننا ذكريات حلوة جدا مع طفولتنا. بس تعالى بقى النهارده وانا اقول لك ايه اللي كان بيشكل الكرتون ده. محدش كان يتوقع ان كرتون فتيات القوة بالذات هيبقى بيدعو لعبادة الشيطان. فتيات القوة بيتكلم عن 3 فتيات خارقات تم اختراعهم عن طريق البروفيسور بطريقة غلط، بالوصفة الغريبة اللي عملها. الوصفة دي خلتهم أقوياء وبقى يحموا المدينة من كل الأشرار اللي عايزين يدمروها. وركز معاه بقى في النظريات اللي جاية عشان هنتكلم عن الكرتون. أول واحد من الأشرار هو القرد موجو جوجو. موجو جوجو ده كان قرد بتقول النظرية إن هو أخو فتيات القوة بس من أم تانية، كان بيعمل عليهم تجارب كان قاعد معاهم عادي جدا. لكن مع الوقت الفتيات بدأت تخاف منه عشان هو كان منحرف شوية، واللي هو كان بيعمله خلق رعب شديد وحساسية عند البنات. واللي هو كان بيعمله خلق لفتيات القوة حساسية ورعب شديد جدا. وتاني ناس معانا وهما العصابة الخضراء. العصابة الخضراء دول شوية مراهقين كانوا بيعملوا مقالب كتيرة جدا في فتيات القوة. الشخصية التالتة معانا وهي شخصية غامضة جدا، وهي الأهم في فيديو النهاردة، وهي الشيطان هيم. شيطان هيم هو من أغرب الشخصيات في الكرتون. كان شخصية لون أحمر دموي، وصوتها كان خشن ومرعب جدا وخبيث. كانت كل الشخصيات بتخاف من الشيطان هيم، وبتتعامل معاه بطريقة غريبة جدا ومميزة. حتى موجو جوجو كان بيقول له يا سيدي. ما كانش حد عارف يغلب الشيطان هيم من فتيات القوة في ولا حلقة من الحلقات. وفي نظريات بتقول إن الشيطان هيم ده أصلا عم فتيات القوة الثلاثة، وكان كل ما يحاول يقرب منهم كان البروفيسور بيمنعه. الشخصية دي من أغرب الشخصيات في الكرتون كلها، وده سبب ألاعيبه اللي كان بيعملها الكتير مع فتيات القوة. أصلا الشخصية دي غريبة جدا. كانت الشخصية دي بيقال إن هي حصل لها تحول جنسي. كان الشيطان هيم بيميل لملابس الفتيات، وكان بيحط ميك اب بشكل كبير جدا. لكن بالرغم من كل ده برضه كان عنده لحية وصوت خشن، ودايما بيغير شخصيته من حلقة للتانية، مع انه مطلعش غير في 24 حلقة بس من الكرتون، وكل مرة بشخصية مختلفة. لو اتكلمنا عن شخصيات الكرتون وشخصيات الأشرار هنلاقي إن هدفها كلها واحد، هو تدمير المدينة وتدمير فتيات القوة. بالرغم من الهدف اللي كان واضح قدام الناس، إلا اللي كان فيه هدف تاني خبيث جدا، وهو التحكم في مشاعر فتيات القوة وتدميرها، وتدمير أهل المدينة بالذات الشيطان اللعين اللي كان كل شوية بيروح لهم بخدعة جديدة أو بطريقة جديدة عشان يعرف يتحكم فيهم. فتعالى بقى أحكي لك عن إحدى الحلقات اللي هتوضح لك كل اللي أنا بقوله ده. في إحدى الحلقات فتيات القوة سابوا الحاضر وراحوا للمستقبل، بس لقوا إن المدينة مدمرة بالكامل، وأغلب الناس اللي موجودين شبه موتى، واللي بيتحكم في العالم كله هو الشيطان اللعين. وكان السبب في كل ده هو اختفاء فتيات القوة. وكده نفهم ان
ان هدف الشيطان هو التحكم في العالم كله واخفاء فتيات القوة. كمان انت هتفهم الحلقة دي حقد الشيطان على البشر ونقله من الحاضر، ونقل فتيات القوة من الحاضر للمستقبل. فده يأكد لك ان ايه هي خططه قدام. خططه هي استعباد البشر والسيطرة على العالم، بس اللي كان بيقف دايما في وشه هو الخير اللي كانت متمثلة في فتيات القوة. ولما اختفى قدر يسيطر على العالم كله بكل أريحية، وقدر يسيطر على البشر. الحلقات كانت بدأت فتيات القوة بيستعدوا للنوم. واحدة من الفتيات كانت بتشكر في نفسها وبتقول إن هي شجاعة وقوية ومش بتخاف من أي حاجة. ردت عليها التانية وقالت لها إن هي بتخاف من العنكبوت. فردت عليها بارتباك شديد، قالت لها إن هي بتخاف لكن من الدمى. في اللحظة دي قطعهم البروفيسور عشان يخليهم يروحوا عشان يناموا. وهنا جه دور الشيطان الحقيقي اللي بدأ يلعب في مخ كل واحدة، في عقل كل واحدة فيهم، ويخليها تحلم باللي هي بتخاف بيه. زي كده بالظبط، الأولى بدأت تحلم إن في دمية بتجري وراها، والتانية بدأت تحلم إن في عنكبوت بيطاردها، والتالتة بدأت تحلم إن هي رسبت في المدرسة. أصحابها بدأوا إنهم يسخروا منها. عايز أقولك إن الدور اللي الشيطان ده بيعمله في الحقيقة، الدور اللي عمله الشيطان في الحلم هو الدور اللي بيعمله في الحقيقة. إن هو بيخليك تنام ويبدأ يسيطر على عقلك ويخليك تواجه مخاوفك. حلقات الكرتون ده بتبقى ما بين 15 ل 13 دقيقة، إلا حلقة واحدة استثنائية اللي هي الحلقة المحذوفة كانت 23 دقيقة. النهاردة هعرض لك الحلقة واشرحها لك عشان اوريك الهدف المعين اللي بيبقى فيها. الحلقة بدأت بشكل طبيعي جدا، بدأت ان فتيات القوة والناس اللي في الكرتون كانوا عمالين يغنوا، بس صوتهم كان مزعج جدا. كانت الاشرار كلها متجمعين وبيقولوا انهم هيقضوا على المدينة بالكامل وهيقضوا على فتيات القوة. لكن فتيات القوة كالعادة راحوا عشان يقضوا عليهم، لكن الاشرار كانوا اقوى من اي حلقة تانية. قدروا انهم يقضوا على فتيات القوة، والوان الحلقة كلها اتغيرت، كل الالوان اتسحبت، مفضلش غير الابيض والاسود. وفجأة ظهر قزم غريب جدا كان بيغني، وكان عايز يساعد فتيات القوة. كان بيرتدي رداء لونه اخضر. هو اصلا كان جاي عشان يساعد فتيات القوة، لكن قال لهم ان شرطه الوحيد انهم يستغنوا عن قوتهم ليه عشان يقدر يهزم الاشرار. وزي ما توقعت فعلا، بعد ما خلص على الاشرار كلهم قضى برضه على فتيات القوة. المدينة كل حاجة رجعت طبيعية، والمدينة رجعت لهدوءها، وكل شيء رجع طبيعي. لكن فجأة بيظهر شيء غريب جدا، يظهر اليسوع أو سيدنا عيسى عليه السلام، وكان بيظهر حواليه حمام كتير جدا بيطير وهو نازل. فده خلى في مخك تساؤل كتير جدا، ايه اللي ربط الدين بالكرتون؟ وليه اصلا مشهد زي ده هيظهر في كرتون اطفال؟ في النهاية عايز اقولك زي كل مرة بقولها لك، الحاجات اللي بتتعرض في الكرتون دي الاطفال مش بتعرف تنساها، بتتخزن جوه عقولهم وبتأثر عليهم بشكل كبير جدا، وده بيعمل مشاكل وبينمو جيل مليان بالافكار الخبيثة والشيطانية. ففي نهاية الحلقة عايز اقول لك خلي بالك من نفسك ومن طفلك وتركز معاه كويس جدا. اديك شفت حتى في كرتون الاطفال مش سايبين الناس في حلقة. فخليك في امان لحد ما اشوفك على خير في فيديو جديد. شكرا.